هي شو قالت له؟ خبيث خبيث، هذا الانسان خبيث. وتطلع يعني هي مثل ما فات على البرنامج تكب خبز، رجعت دخلت على البرنامج تكب خبز. مريانا ما اذا ما بتكب ما بتكون مريانا. يعني كلنا بنشوف قديش هي بتحب المشاكل، معروفه انه قد بتحب المشاكل. بس عجبتني أميمة، وقفتها قالت لها انه مشكلتي بيني وبين نيكولاس لا ما في مشكله. شو بتقول لها؟ ما شوفي الفرق بينك وبين صفاء؟ ثقافه. ليك مين عم يتكلم؟ ليك مين عم يتكلم عن الثقافه؟ ابليز ليك مين عم يتكلم بالثقافه؟ ثقافه، جمال، حب، اخلاق. وتعمل لها هيك وتروح بالعرض بتحسه يلي عم يتكلم فيلسوف بالكلام، فيلسوف. حرق ديبك انت. انا بنصحك انت ما تيجي على البرنامج، خليكي بقلب البيت افضل. اما طلعي عبر الشاشه احسن. والله عم تضحكي العالم عليكي قسما بالله. والله مهرجه، قسما بالله مهرجه. برجع بقول حتى نذكر دايما يلي عملوا علي امبارح بالحلقه لما وقف وتكلم قدام الكل انه بيعتذر من اي شخص. وسالوه سؤال لعلي كتير جميل، قالوا له طيب اذا انت ظلمت حدا، شوفوا جوابه شو كان حلو، اذا انت ظلمت حدا شو تعمل؟ قال انا اطلع اعتذر منه. سالوه عن فارس، اذا انت لقيت فارس برا شو تعمل؟ قال انا اطلع اعتذر منه. كان جوابه جميل جدا جدا جدا. تحيه لعلي على جوابه الجميل، مش لانه اعتذر من فارس ولا انا اخر هم الكل، بس لانه موقفه جميل جدا. وقال انا اعتذر من وجدان، واعتذر من هيدا، واعتذر من هيدا، واعتذر من هيدا. جميل. فما شفنا هالشيء. بتكون انت عم تحضر مسلسل غير، انا شفت. فنعم هلا في ناس عم يقولوا لي احكي وجدان شو حكيت لمريانا. طب ما اذا انا ما فهمت، اذا مريانا يمكن فهمت اوكي لانه هني مع بعض، انا ما فهمت. يعني اذا وجدان بتحب حدا برا ناطره تطلع، طب انا ما فهمت. شو بدي اطلع اقول لك انه وجدان قالت كذا 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 وماني مأكد شو قالت وجدان؟ ما فهمت. هلا كل واحد من الجمهور فهم على ذوقه، بس انا كحسين والله مثل ما انتم بتفهموا على ذوقكم انا فهمت على ذوقي. لا واضح. في ناس عم تقول واضح. طب ما انا يمكن واضح عندي انه يمكن كانت عم تحكي عن شي حدا برا، انه يمكن عم يجرب يتحرش فيها، يعني مش يتحركش فيها. سوري خلتني العباره، يتحركش فيها. وممكن تكون هي موضوع تاني مثلا، يمكن تكون موضوع مش عم مرقع لوجدان، ممكن تكون عم بنت مش بس عن رجال. ممكن. فانا ماني عارف كيف بدي اتكلم عن شو الموضوع، لانه الموضوع مش مفهوم. هلا في ناس اذكياء كتير فايتين بعقل وجدان ومريانا بيفهموا بهالشيء، بيعرفوا. انا بصراحه ماني فايت بعقلهم لحتى افهم 100% شو قصدهم، لانه هذا الشيء سر بينهم وبين حالهم. انا ما فهمت بكل صراحه، ما فهمت. طيب هلا وجدان ايش لعند علي عن طارق؟ قالت له انت شكلك معجب بمريانا. قال له انا تفاجأ. اكيد انا ببصم لكم انه اكيد لا. هلا طارق راح لعند مريانا حكيها عن ميا، لانه انا قلت ميا بتحب تتحش حالها بكل شيء، وهذا الشيء غلط لها، بيجيب لها مشاكل اكيد. فهي بغنى عن هالمشاكل غلط تجيب مشاكل لها. وأميمة عم فوت القصص كلها ببعضها لحتى بعد شوي نطلع ناس. أميمة تصرفها اليوم كتير حلو، عجبتني كتير. عمر شو بدي اقول لكم عن عمر؟ يعني انا كل مره بتكلم عن عمر، اذا بدنا نتكلم كثير عن عمر حنزيد، حتفكروا انه عم نزيد عن عمر، بس ولكن عمر رجال ابن رجال ابن رجال. هذا الانسان اللي وقف مع بنت بلده عن جد انسان محترم جدا. هلا كل واحد بيقف بطريقه، هو هادي جدا. لو اشخاص تانيين صدقوني كنتوا شفتوا طريقه تانية، بس هو هيك بيوقف. مع احترامي الشديد له، انا بلين باللي عمله، انا كثير مبسوط باللي عمله. زكيه كمان حلوه موقفها. وجدان سمعته كم كلمه هيك على الخفيف، قال بيقول لها انا جاي فتش على بنت، قالت له ايه واضح جدا. ميا عم تجرب تعطي وجهه نظر. في ناس شوفوا في كابل لوحدهم ضد ميا معروفه، يعني ما بيحبوها، يلي هن تقريبا زكيه، أميمة، مريانا، هو ثلاثه ما بيحبوا ميا. فاي شيء بتعطيهم اياه حيقولوا لا دغري. واضح جدا واضح انه ضدها هني، لو شو ما بتقول هني ضدها. ولكن وجهه نظرها يلي صارت نعم لما فاتت شو اسمه جيهان بقى تفوتني معها. يا الله ما حارفض من جيهان. سوري جيهان حياتي، انا معي ناس. سوري بعتذر. فرفضت جيهان. سوري جيهان. بس عم حلل. يلي صار انه اذا طلبتني جيهان بعد مره حادخل معنا نلعب جوله بننزل يعني بترجيكم. فاللي صار انه هول الاشخاص هني ضدها. لو تحكي شو ما تحكي ما حتزبط. هلا آية كتير محترمه عجبتني. آية كتير محترمه نعم. بس حقها هي تدافع عن شبه الرجال، حقها لانه هي معه بالنهايه، بس ما فيها تعمل غير هيك.
ممكن بعدين تحكي هي وياه، ما تحكي هي وياه، بس نعم. علي عمل موقف كتير حلو، كتير عجبني. ادم حمل نيفين وود راح، بس عجبني ادم كلامه، لانه ما بعرف انا ممدوح وين شو كان عم يعمل، ما بعرف. انا بحب ممدوح يطلع يوضح، يعني وينك انت حبيبي؟ حكيت لي هالكلمتين وسكت، ونيفين قاعده عم تحكي كل هالحكي. طب يا خيي شيلها ادم، برافو عليه يا اخي، ما بتعرف تشيلها تحملها انت وين خيي؟ بس بدي افهم انا، يعني بتقول لك احكي ما بتحكي. طلع وضح وقال شو قال، ما بعرف. انا عم بحكي، انا هون ما بحضر انا لايفات حدا، فانا بطلع بحكي هون، ما بعرف شو اللي حكى هو. بس لحظه. فنعم، ما بعرف انت وين يا ممدوح. هلا حيطلع يحرق سلافهم. سكت، انطفى الموتور. الموتور انطفى، ما عادش حكي ولا كلمه، كله نيفين 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 نيفين. انطفى الموتور. وبيعجبوني. هلا جايين انا هوريك اشخاص بعد ما شفت سيرتهم. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش نحكي. شوف، مش انصدم منها، هي قد 100 رجال. انا ما حاذكر اسامي، حتى بكره ما حدا يقول انا ذكرت اسامي وطلعت وحكيت وكذا. فيكم تسمعوا الاسامي، انتم تحللوا على ذوقكم وتقولوا شو اللي صار، حر. في عندكم بالبرنامج شخصين من انذى الاشخاص شفتهم مروا بتاريخ حياتي باسمي ونصيب. انذى شخصين، واكثر شخص حياتي، واكثر شخصين منافقين بحق بنت اللبنانيه يلي بده يحكي. لا، وفي اشخاص بيقولوا نيفين قالت لهم لاشخاص، لا اشخاص قالت لهم انت لو انت بلبنان كنت عرفت شو صار فيك. هلا هي حرام، ما بعرف ليش هي تهبلنت. قالت له لو بدك 15 رجال، وانت بك شيء واحد عمره 15 سنه بيفرموا فرم، مش 15 رجال، 15 سنه بيفرموا فرم، ما بيطلعوا عايش. مين ما كان يكون من هوليك الاشخاص. نحن بس نتكلم. هلا مريانا قالت شغله كتير حلوه، في رجال كتير، في شباب كتير، بس بدنا رجال بقلب هالبرنامج. الرجال كتير قليل كانوا، بكل صراحه. انت لما تتكلم عن بنت اللبنانيه، هلا شوفوا ملايكو، ما انا كل ما اطلع اتكلم صار مثل ما بيقولوا دق الحيط حيط. هيدا دق الحيط حيط. هن حيطان، قد ما تطلعوا تتكلموا عنهم بيطلعوا بلايفاتهم بيصيروا يضحكوا ويتمسخروا. هن خلقانين